ما استغناش عنها في معظم الأكلات، يعني حطيت منها معلقة على خلطة محشي بتخليها رهيبة في الطواجن وعلى الخضار المطبوخ، وكمان في معظم التتبيلات. فعلا بتدي سحر وطعم للأكل. أنا أول ما أشوف الفلفل الأحمر في السوق على طول أجيبه وأخزنه وأعمل أحلى هريسة شطة. تعالى أقولك هريسة الشطة على أصولها إزاي، بيور كده بدون أي إضافات. تعالي نعملها بأبسط وأسهل طريقة. خلي بالكوا أنا ما بعملش دبس الفلفل المطبوخ، دي مش هريسة شطة مطبوخة. وده الفرق بقى اللي بيميز الهريسة الباردة، لأنها فعلا ليها طعم مميز. تعالي نخزنها عندنا في التلاجة من السنة للسنة، هتفضل معاكي طازة وفريش. سمي الله، صلي على رسول الله. وما تنسيش تشجعيني بأجمل لايك. معايا بقى حوالي كده 2 كيلو ونص من الفلفل الأحمر، ومعايا نص كيلو من الفلفل الحامي. يعني أنا بعمل ميكس كده ما بين الفلفل البارد والفلفل الحامي. وعلى فكرة ناس كتير بتحب تعملها بقرون الفلفل الحامي اللي هي الشطة الطويلة دي، وهي كده كده مع الوقت وطول التخزين بتلاقيها بردت في البطرمانات. والله بتبرد ولا أي حاجة، وكمان بتطلع الزيت اللي فيها، وكل ما تقدم كل ما تحلو. بصوا بقى، ده الفلفل الأحمر البلدي يا جماعة، مش الفلفل الرومي المستورد الكبير اللي مليان ميه. ده الاحمر البلدي بتاعنا. ببتدي اقطعه كده، بشيل البذر على قد ما اقدر، وبفرمه في الكبه كده زي ما انتم شايفين، فرم خشن بدون بقى ملح ولا اي حاجه. اوعي تحطي الملح في المرحله دي، هتبصي تلاقي الفلفل بقى شوربه معاكي وجاب كل الميه اللي فيه. نيجي بقى للخطوة التانية، وهي الملح. طبعا الهريسة دي، الهريسة على البارد تحديدا، اللي بيحفظها هو الملح. نسبة الملح بقى قد ايه؟ يعني انا معايا زي ما قلت لك كده 2.5 بارد ونص حامي، يعني 3 كيلو. هستخدم لهم حوالي 6 معالق كبيرة هرمية من الملح، وكمان معلقة من السكر. بصوا بقى، الملح يا جماعة كميته هنا بالنظر تقديريا. لازم تحطي كمية كويسة من الملح، وإلا الفلفل ده هيبوظ معانا. هو اللي بيحفظه ويفضل معاكي من السنة للسنة في التلاجة مش في الفريزر. بصوا بقى، أنا بحط صبعي كده زي ما شفتوا، بدوق نسبة الملوحة قد ايه. خلاص من السنة للسنة انت هتبتدي تقديريا تعرفي نسبة الملح المظبوطة ايه. لازم الخلطة تكون مالحة معانا. وبكون طبعا مجهزة البرطمانات ومنشفاها كويس من اي مية، وهبتدي احط كده في قعر كل برطمان شوية من الزيت. دي الهريسة على البارد يا جماعة، وما بحطش عليها توم ولا اي حاجة. براحتك انت بقى، دي البيور. ساعة خلطة السمك هتحطي توم، ساعة خلطة الكبدة هتحطي توم والتوابل اللي انت عايزاها. في خلطة المحشي يعني بحبش احط توم خالص، بسيبها بيور كده في البرطمانات، وانا في ساعتها بضيف ليها اي خلطات انا عايزاها. ولو انت بتفضلي اضافة التوم وتقسميها تتبيلة سمك، اي تتبيلات انت عايزاها براحتك جدا. هبتدي بقى املى كل البرطمانات بهريسة الشطة. دي الهريسة اللي مش مطبوخة، اللي ما بتتحطش على النار. لو اتطبخت طبعا بتتحول زي ما قلت لك لدبس فلفل. وانا الصراحة شخصيا بفضل الهريسة على البارد، طعمها لا يقارن خالص لما تتحط على النار. بصي بقى، فوق كل برطمان بملاه بشوية من الزيت، وأصلا الفلفل مع الوقت والتخزين بينزل الزيت بتاعه تلقائيا. اللهم بارك، خطيرة. هم بس المكونين اللي حطيناهم. ظبطي نسبة الملح مع معلقة السكر كده، ومش هنحتاج أكتر من كده. الله عليها، بتحليلك طعم أي أكلة تحطيها فيها، خاصة كده الطواجن بتخلي ريحتها تحفة. خلطة المحشي زي ما قلتلك، كل التتبيلات تقدري تدخلي فيها الفلفل، ما شاء الله بتبقى خطيرة. بجيب بقى كده الاسترتش واغلفها كويس، او تقدري تجيبي كيس بلاستيك كده تقطعيه وتحطي فوق كل برطمان الكيس، وتقفلي الغطا كويس، وتحفظيها في رف التلاجة من السنة للسنة. في رف التلاجة حتى مش في الفريزر، والله ما بيجرى لها اي حاجة. زي ما قلت لك، قفلي عليها كده مظبوط، حطي شوية من الزيت وقفلي عليها كويس، ونسيها بقى واسحبي طول السنة زي ما انت عايزة. بصي تعالى اوريكي اخر برطمان هريسة موجود عندي في التلاجة من السنة اللي فاتت. والله ده اخر حاجة موجودة عندي، عشان كده انا عملت جديد. بصوا يا جماعة، زي ما هو كأني لسه عاملاه، اللهم بارك، ولا اي حاجة. محفوظ في رف التلاجة. بتاخدي منه بقى على طول كده بمعلقة ناشفة، وتحطي على كل الاكلات. بصي، كل ما بتقدم كل ما بتحلو، وكمان بتبرد زي ما قلتلك، بيفضل طازه وفريش كده كأنك لسه عاملاه. والله هو ده برطمان السنه اللي فاتت يا جماعه. بصوا بقى، كل اللي بعمله بس كل ما باخد بنشف حرف البرطمان كويس كده بمنديل، وبقفل عليه بالكيس بتاعه وفي الغطا وفي التلاجة. وطبعا كل اللي مجرب هريسة الشطة عملناها مع بعض كذا مرة، ما شاء الله عجبته الطريقة دي. الطريقة على البارد يا جماعة الصراحة شخصيا بحبها، بتدي طعم حلو قوي قوي للفلفل. طبعا احترامي للطريقة المطبوخة ودبس الفلفل، بس احنا كمصريين متعودين على الهريسة الباردة. حبايب قلبي، اتمنى تكون عجبتكم، وما تنسونيش من دعوة حلوة واعملوا متابعة عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.